واش عمرك حسيتي بالخوف من الرفض بطريقة ما مفهومش؟ واش عمرك تعلقتي بشي شخص اكتر من اللازم؟ واش عمرك تضايقتي من كلمة بسيطة وبقيتي كتفكر فيها ايام وشهور ويمكن سنين؟ يمكن المشكل مش في الحاضر، يمكن المشكل يكون قدم بزاف مما كتظن، حيت داخل كل واحد فينا كاين طفل صغير كبر في العمر ولكن ما تعالش. طفل مازال كيتألم، مازال محتاج للحب، مازال خايف، ومازال كيتحكم في قراراتنا حتى اليوم. هذا الطفل هو الطفل الداخلي، وفي هذا الفيديو غنكتشفوا كيفاش جراح الطفولة كتسافر معنا حتى الكبر. واول حاجة غنديروها هي غنتعرفوا على هذا الطفل الداخلي شكون هو. الطفل الداخلي ماشي شي فكرة خيالية وماشي شخصية أخرى داخل الإنسان. الطفل الداخلي هو ذاك الجزء العاطفي اللي بقى فينا من الطفولة، هو الذكريات، المشاعر، الخوف، الجراح، والاحتياجات اللي ما تشبعاتش. كل تجربة عشتيها وانت صغير خلات أثر، بعض الآثار كانت جميلة وبعضها كانت مؤلمة، وهذا الألم ما كيختفيش غير حيت كبرنا، وإنما هو كيبقى معنا طول حياتنا. فكيفاش كيتجرح هذا الطفل؟ كاين اللي تربى وسط الانتقاد المستمر، وكاين اللي ما عمره سمع كلمة أنا فخور بيك. كاين اللي عاش الإهمال، كاين اللي عاش حياته كلها والديه كيقارنوه بولد فلان، كاين اللي عاش في الخوف، كاين اللي عاش وهو مرفوض. طفل ما كيفهمش الأمور بحال الكبار، ملي كيتم التجاهل ديالو كيحس براسو ما يستاهلش الحب، ملي كيتقارن كيحس براسو ناقص، ملي كيتعرض للسخرية كيبدا يشك في راسو. وبهاد الطريقة كيتبناو جروح الطفولة. والسؤال اللي غنطرحوه هنا هو كيفاش كيبانو هاد الجروح؟ داك الطفل الصغير المجروح مكيبقاش في الطفولة، هو كيكبر معنا، غير هو كيتبدل الشكل ديالو. الخوف من الرفض كيولي تعلق مرضي، الحاجة الدائمة للاهتمام كتولي خوف من الوحدة، الغيرة كتولي انعدام الثقة بالنفس. هاد الشي كامل مجرد صدى لهداك الطفل، حيت الطفل اللي داخلنا مازال متذكر أول مرة حس فيها أنه غير مرغوب فيه. يقدر يكون تعرض للسخرية من الأستاذ ديالو، ولا والديه ينتقدوه بشي طريقة خايبة، يمكن الأصدقاء ديالو رفضوه وما بغاوش يلعبوا معاه. الحدث راه داز، ولكن الأثر ديالو باقي معاك لحد الآن.
واليوم أي رفض بسيط كيرجع نفس الألم القديم. وهناك يجي التعلق العاطفي. بزاف ديال الناس كيحسب ليهم بلي التعلق هو حب، وفي الحقيقة ما هو غير جرح قديم. ملي الطفل تهمل وما شبعش حب، فكيكبر وكيولي كيقلب عليه في كل بلاصة، كيولي محتاج لشخص آخر باش يحسسو بالقيمة ديالو، وكيخاف يفقدو أكثر من اللازم. وهداك الطفل اللي في داخلك مازال كيهضر. كل مرة كتقول فيها أنا ما كافيش، يمكن ماشي انت اللي كتقولها، يمكن داك الطفل القديم هو اللي كيهضر. كل مرة كتحس بالنقص، كل مرة كتحس بالخوف، كل مرة كتطلب الاعتراف، راه داك الطفل الداخلي ديالك هو اللي كيطلب الانتباه. فكيفاش يمكن نبداو العلاج؟ اول خطوة كيحتاجوها هي الوعي. تعترف بلي الجرح كاين، وبلي الألم حقيقي، وبلي ماشي عيب تحتاج التعافي. تاني خطوة هي ما تبقاش تلوم راسك. انت ماشي مسؤول على كل شي وقع لك وانت صغير. ثالث خطوة، تعلم تعطي لنفسك الحب اللي كنتي محتاجه. بغي راسك وتقبله كما هو. شجع راسك وارحمه شوية في عوض ما تبقى تلوم فيه. وباش دير هاد الشي، تخيل الطفل اللي كنتي شنو كان محتاج يسمع، شنو كان محتاج يحس، شنو كان محتاج يعيش. يمكن اليوم انت الشخص الوحيد القادر يعطيه هاد الشي. وهنا كتبدا رحلة الشفاء. يمكن أكبر خطأ كنرتكبوه هو أننا كنحاولو نصلحو الحاضر ونساو الجرح اللي خلق المشكل من الأصل. داخل كل واحد فينا طفل صغير. بعض الأطفال لعبوا وكبروا، وبعضهم مازال كيبكيو في صمت. والفرق بين المعاناة والشفاء هو أنك تسمع لهذا الطفل بلاصة ما تبقى هارب منه. ولكن بلاتي إلا كان هاد الطفل هو مصدر بزاف ديال الجراح، فكاين واحد السؤال آخر كيتطرح: علاش كنلبسو الأقنعة؟ وعلاش كنخبيو حقيقتنا على الناس؟ في الفيديو الجاي غنهضروا على الأقنعة النفسية، الشخصيات اللي كنخلقوها باش نحميو راسنا من الألم. نشوفكم في الفيديو الجاي.